ازيكم؟ حلقة جديدة ومكملين مع سلسلة جواسيس الكيان، والنهاردة مع شاب مصري تحولت حياته من طالب بجامعة الأزهر لجاسوس لصالح الموساد، وهو نفسه قال على نفسه إنه كان مثل الجنس، وبعد انكشافه قررت مصر إسقاط جنسيته. تعال أحكي لك عنه في حلقتنا النهاردة عن محمد عصام العطار. أهلا بيكم في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. في يوم 24 يونيو سنة 76 اتولد محمد عصام غنيمي العطار في منطقة الويل في القاهرة، وأبوه وأمه كانوا منفصلين قبل ولادته. أبوه عصام العطار كان من عيلة كبيرة ومشهورة وبيشتغل في التجارة، وجده كان الشيخ حسن العطار واللي تتلمذ على إيده مشايخ كتير في الأزهر، وأشهرهم الشيخ محمد سيد طنطاوي. وأمه كانت بتشتغل معلمة في وزارة التربية والتعليم. وقبل ولادة محمد بكام شهر بس أبوه انفصل عن أمه واتجوز واحدة تانية، وبعد ولادة محمد بسنتين أمه اتجوزت برضه واحد تاني. وعلشان كده عاش محمد فترة الطفولة والمراهقة مع جدته والدة أمه، وهي اللي ربته لحد ما دخل الثانوية الأزهرية وخلص ودخل كلية العلوم جامعة الأزهر. وعلى حسب كلام محمد نفسه قال إنه هو طفل اتعرض لحادثة ما، والحادثة دي خليته يبقى مثلي. والموضوع كان بيزيد معاه، واصحابه في الجامعة كانوا بيلاحظوا ده، وده كان السبب الأساسي إنه يغيب كتير ويسقط ويعيد السنة أكتر من مرة. وفي السنة الثالثة من الجامعة تم فصله لأنه ما كانش بيحضر نهائي. بعدها حصل معاه موقف يعتبر موقف كبير في حياته ومهم كمان، وتحديدا في شهر 1 سنة 2001 لما كان مأجر عربية من مكتب تأجير عربيات في القاهرة، ومضى الوصل بتاع الاستلام ووصل الأمانة لحد ما العربية ترجع والدنيا عادي. وخد 3 من أصحابه وسافروا اسكندرية، بس هما رايحين عملوا حادثة بالعربية، والحادثة دي خلت العربية بقت أشبه بعلبة الكان لما تتطبق. فراح محمد لصاحب المعرض علشان يحل معاه الموضوع، لكنه قال له إنه عاوز 70,000 جنيه تمن تصليح العربية. بس يعني محمد مأجر عربية، هيبقى معاه المبلغ ده كله منين بالعقل كده؟ بس الراجل ما تفهمش ده وراح قدم الوصل للمحكمة. وبعدها بفترة مش كبيرة محكمة جنح الويلي حكمت على محمد العطار ب3 سنين سجن، وده كان السبب ان محمد يكره البلد اكتر ما كان كارهها، لانه اصلا كان عايش وكاره البلد والظروف وعاوز يمشي وكمان يتحبس. وبدأ بقى يشيع بين اللي حواليه انه حاسس انه عايش في مجتمع مقفل وعامل نفسه متدين، وكمان شكك في وجود الخالق وازاي احكام الدين ظالمة ومش قادر يعمل اللي هو عاوز يعمله. وهنا طبعا بيلمح انه مش قادر يمارس المثلية بشكل طبيعي، لأن كل اللي بيعرف ده بيستنكره أو بيشمئز منه. وقرر محمد إنه يهرب من الحكم ده ويسافر، والمحامي بتاعه نصحه يروح تركيا وقال له إن الحياة هناك سهلة ومريحة بالنسبة له كتير، وبلغه إن ده لازم يحصل قبل تأييد الحكم، لأنه لو كان حصل كان هيتمنع من السفر أصلا. وفعلا راح محمد لسفارة تركيا وخد تأشيرة وسافر، قعد في أنقرة وحجز غرفة في فندق صغير ونزل يدور على شغل علشان يقدر يعيش، لكنه قعد فترة كبيرة بيدور وما لقاش. وفي نفس الوقت كان في ليندا. ومين ليندا دي؟ ليندا كانت بنت بتشتغل في الفندق اللي هو قاعد فيه، وكانت مركزة معاه وعارفة بيخرج امتى وبيرجع امتى وبيعمل ايه في يومه. وفي يوم باب غرفة محمد دق، ولما فتح لقى ليندا هي اللي واقفة، واللي بالمناسبة كانت بتتكلم عربي حلو جدا، وبدأت تفتح معاه كلام من نوعية عينك فيها حزن وبشوية حنية وصوت هادي، وازاي شكلك زعلان دايما كده، وشكلك مش جاي سياحة، انت عاوز تقعد هنا، وكل الكلام اللي انت فاهمه ده. فبدأ محمد يحكي لها قصته من البداية لحد الوقت اللي جه في تركيا. بس هي ليندا أصلا بتعمل كل ده ليه مع محمد؟ يعني هو أي حد شغال في فندق يروح يتكلم مع نزيل علشان شكله حزين عادي كده؟ خليني أقولك إن ليندا دي كانت عميلة من الموساد الإسرائيلي ومزروعة في تركيا، ومن هنا بدأت ليندا تفهم إن الحياة في تركيا بقت صعبة ومفيش شغل لأهل البلد نفسهم، والعرب اللي هناك حياتهم وحشة جدا والموضوع صعب عليهم. واتقابلوا كتير لأنه راح معاها في الكلام، بس في نفس الوقت كانت بتسود الدنيا في وشه بطريقة غير مباشرة زي ما قلنا. وفي مرة قالت له على فكرة الحل اللي هيريحك في حياتك بالكامل قدامك اهو. قال لها فين الحل اللي أنا مش شايفه؟ ده أنا مش شايف حلول لحاجة. فقالت له الحل إنك تطلع على السفارة الإسرائيلية وتقول لهم إنك عاوز تشتغل وهم هيتصرفوا، ودول ناس كويسين جدا وبيدفعوا مرتبات كبيرة مش هتلاقيها في حتة. وبدون تفكير أخد محمد القرار إنه يروح السفارة،
لأنه على حسب كلامه ما كانش عنده حل تاني في الوقت ده. فخد جواز السفر بتاعه وراح على السفارة الإسرائيلية، ودخل قال لأول موظف قابله: أنا مواطن مصري ومحتاج شغل عندكم. وطبعا السفارة كان عندهم علم سابق بكل ده، لأن ليندا كانت بتبعت تفاصيله بالكامل أول بأول. واستقبله ضابط الموساد ليفي دانيال وقال له: هنعمل لك اختبارات قبل شغلك معانا. وأول اختبار اداله كتاب وقال له: أنا عاوز ملخص للكتب دي في أسرع وقت تقدر عليه. خد محمد الكتب، وبعدها بيومين 3 كان لخصها وراح بالملخصات للسفارة، والضابط ليفي خدها منه وقراها كلها. وبعد ما خلص اداله $500 وقال له: انت نجحت في أول اختبار، وكده احنا موافقين على شغلك معانا، وعندنا علم ان الفيزا بتاعتك قربت تخلص، وشفنا لك شغل في مصنع كرتون علشان تقدر تمد الإقامة. بس المطلوب منك في الوقت ده انك تتصاحب وتقرب من كل العرب اللي شغالين معاك في المصنع ده، علشان محتاجين منهم ناس تشتغل معانا. ولما تصاحبهم وتجيب عنهم معلومات هنقرر احنا وقتها مين هيبقى معانا ومين لأ. وكمان في قهوة هناك بيتجمع عليها العرب بشكل كبير، فطلب الضابط منه انه يدخل يقعد فيها بشكل شبه يومي ويتعرف على الناس ويعرف أحوالهم وأخبارهم وظروفهم المادية والحياتية شكلها ايه. ومطلوب منك زي ما كتبت ملخصات الكتب تكتب لي ملخصات على الناس دي كلها. واداله رقم تليفون وقال له: لما تخلص أي تقرير اتصل على الرقم ده وقول اللي هيرد عليك إن في وجبة نضجت وجاهزة للأكل، ووقتها هنتقابل في فندق معين، ولما تدخل الفندق بعديها هتخش الحمام وتسيب التقارير ورا المرحاض، ولما تخرج هدخل أخدهم أنا من غير ما نتكلم ولا كلمة ولا حتى نبص لبعض. وفعلا في فترة قليلة كان جمع معلومات كتير جدا عن الناس اللي شغالين معاه في المصنع زي ما اتطلب منه، وساعد في تجنيد تقريبا 25 مواطن عربي من بلدان مختلفة، لكن المهم إنهم عرب. وده على حسب كلام محمد العطار في التحقيقات فيما بعد، وقال إن ده تم في حوالي 7 شهور. وطبعا ده خلى الضباط والسفارة فرحانين بجدا، لأنه عمل إنجاز محترم في وقت قصير جدا، وعملوا له حفل تكريم في معبد يهودي في منطقة بيغلو في اسطنبول. وفي يوم الضابط اتصل بمحمد علشان يتقابلوا ويتكلموا في حاجة تخص الشغل، ولما تقابلوا الضابط قال لمحمد: انت كده شغلك خلص في تركيا، واحنا محتاجينك تروح كندا وهتغير اسمك لجوزيف رمزي العطار، وهتبقى مسيحي الديانة، وهتروح مدينة فانكوفر في كندا وتطلع على كنيسة هناك وتقول لهم انك عاوز تخرج من الإسلام وتدخل المسيحية، ولما يتم تعميدك كمسيحي هتغير اسمك للاسم المتفق عليه زي ما قلنا. بس محمد اعترض وقال: وايه لازمة الموضوع ده كله؟ ما يروح يشتغل عادي بشخصيته زي ما هو. بس الضابط قال له: شغلك هناك مش هينفع يتم وانت مسلم، احنا محتاجين حد داخل المسيحية جديد ورايح كندا مخصوص علشان العنف اللي ممكن يلاقيه من المسلمين لو حد عرف انه غير دينه في بلده. يعني بمعنى أصح تحسسهم انك رايح علشان خايف، لان شغلك هيبقى مع مسيحيين ولازم تكون من نفس ديانتهم علشان تقرب منهم وتشتغل صح. وزي ما قلنا بعد تعميدك هتغير اسمك وتطلب اللجوء الديني، لان اهلك لو عرفوا دينك الجديد ممكن يقتلوك. واول ما توصل فانكوفر خليك قاعد في الفندق لحد ما يجيلك واحد ويقولك: ايه اخبار عمك جاك؟ ووقتها امشي معاه من غير ما تتردد وما تخافش لانه تبعنا. وبالفعل سافر محمد وعمل كل حاجة اتقالت له، وجاله الشخص وقال له كلمة السر فعلا وكله تمام. والراجل ده كان ضابط موساد اسمه كوشنر، وقعد يفهم محمد شغله اللي هيعمله في كندا بالتفصيل شوية. وطبعا كان متاح ليه كل حاجة تتخيلها، فلوس وسكن ورفاهية ما تتخيلش مداها، لأن طبعا لازم يريحوا الجاسوس بتاعهم على أكمل وجه علشان يعمل شغله بشكل متكامل. وجابوله شغل هناك في مطعم سابواي زي ما جابوله شغل في مصنع الكرتون، ودي هي الستارة علشان يداري نفسه بيها، وكمان لأنه كان في عرب شغالين فيه كتير. ومن أول أيامه هناك بدأ يعمل نفس الحاجات اللي كان بيعملها في تركيا بالظبط، ويقرب منهم ويصاحبهم ويعرف عنهم معلومات وقصص حياتهم كالعادة. وقدم حوالي 20 تقرير عن العرب اللي كانوا حواليه وقتها. وفي شهر سبتمبر سنة 2004 جه أمر لمحمد من الضابط كوشنر إنه يعمل مشكلة في المطعم، وما تكونش مشكلة صغيرة، لا عاوزين مشكلة كبيرة والموضوع يوسع لحد ما إدارة المطعم تاخد قرار بفصله، وبعدها هنروح نشتغل في مكان تاني. والمكان مطعم اسمه ستيك كوين، وصاحب المطعم ده مصري، ومعظم العرب في المنطقة دي بيروحوا المطعم بشكل مستمر. وفعلا محمد عمل المشكلة واترفد على أساسها،
وراح استلم شغله في المطعم الجديد، واستمر شغله في التعارف على الناس اللي بتدخل المطعم من العرب زي ما هو مطلوب منه. وكان دايما بيروح الكنيسة بانتظام علشان يظهر انه ملتزم، ويحاول يقرب من المسيحيين العرب بشكل اكبر. وبعدها بفترة جاله الضابط كوشنر وقال له كده شغلك خلص في فانكوفر، وهنروح مدينة تورنتو علشان نشغلك هناك. وفي شهر يوليو سنة 2005 راح تورنتو واستقبله ضابط موساد مختلف واسمه توم جومان. بس المرة دي المهمة كانت مختلفة شوية. هو ما كانش مطلوب منه يعمل أي حاجة غير إنه يقدم في معهد ويدرس تجارة وإدارة أعمال، وكانوا طبعا مفبركين شهادة إنه معاه بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة. وبعد ما يخلص في المعهد ده هياخد شهادته ويطلع علشان يشتغل في بنك CIBC. وبعد ما خد الشهادة راح البنك وتم تعيينه في خدمة العملاء. وكانت مهمته هناك زي ما قلنا مختلفة، وهي تجميع المعلومات عن أرصدة كل العرب في البنك. وده اللي حصل فعلا، وجاب معلومات كتير عن ناس هناك، منهم أمراء وناس في مكانة مرموقة. واستمر يعمل كده لغاية أكتوبر سنة 2006. كان محمد أخيرا افتكر إن ليه أهل في مصر ونفسه يشوفهم، وطلب أجازة من الضابط اللي كان معاه علشان ينزل بس يطمن عليهم. والضابط وافق، بس قال له في شروط معينة في الأجازة دي، أولهم إنه يصبر لشهر ديسمبر علشان يأمنوه تماما، خوفا إنه يكون متراقب أو حد يشك فيه. وآخروا كمان 5 أيام بس في مصر، مش أكتر من كده. وبالفعل في يوم 3 يناير سنة 2007 سافر الجاسوس محمد القاهرة، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وأول ما وصل للمطار طلع عليه أفراد من أمن الدولة وقبضوا عليه وتم التحقيق معاه. طب هم إزاي عرفوا إنه جاسوس أصلاً؟ ده هيرجعنا لشهر مارس سنة 2002 في السفارة المصرية في تركيا. دخل شخص عراقي هناك وطلب يقابل الملحق العسكري في السفارة، وزي ما قلنا كان مواطن عراقي وبيشتغل في المقاولات، وكان عنده إصرار شديد إنه يقابل الملحق العسكري ضروري جدا. ولما دخل مكتب الملحق العسكري قدم له الهوية الحقيقية، وطلع ضابط في المخابرات العراقية وقال له أنا جاي أبلغ معلومة وموقف حصل معايا أظن هيبقى مفيد. والموقف كان شاب من مصر بيشتغل في مصنع كرتون هنا في تركيا، وكان بيقعد على قهوة بيتجمع فيها العرب هنا. بس الغريب إنه على علاقة كويسة بكل الناس اللي بتيجي القهوة، وعنده قدرة مرعبة على تكوين العلاقات مع الناس، وكله بيشكر فيه بسرعة. ولما عرف إني عراقي بدأ يقرب مني بسرعة جدا ويقدم لي خدمات ويصاحبني بسرعة. وحس الأمن قال لي إنه في حاجة غلط ومش مظبوطة، وفعلا قربت منه وبقينا أصحاب جدا لحد ما طلب مني أجيب له معلومات وأخبار عن العراقيين في تركيا، عناوينهم بقى وحالتهم المادية وشغلهم إيه، ومعلومات عامة عنهم كلهم. وكمان سألني عن التسليح العراقي وأحوال الجيش هناك من وجهة نظري، وأنا جيت أقول لكم المعلومات دي علشان هو مش طبيعي ووراه حاجة. ومن ساعتها يا سيدي ومصر مراقبة الراجل الطيب الجاسوس محمد العطار، وعلشان كده أول ما نزل المطار اتمسك في ساعتها. فهمتني يا عزيزي؟ تم القبض عليه، وهو طبعا حاول ينكر كل حاجة، لكن المخابرات كانت مصوراه مع ضابط الموساد في كل مقابلة بيتقابلوها، وحتى جابوا شهود من اللي كان بيقعد معاهم يقولوا هو عاوز ايه بالظبط، ومع الضغط اعترف باللي عمله كله. وفي يوم 23 مارس سنة 2007 حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بالسجن المشدد 15 سنة، وقضى محمد العطار فترة سجنه اللي انتهت سنة 2022، وتم بعدها الإفراج عنه وإسقاط جنسيته المصرية بسبب تجنيسه بالجنسية الكندية دون إذن مسبق. وبعدها سافر العطار لكندا، وانتهت حكايته اللي شغلت الرأي العام المصري والعربي وقتها. لغاية هنا خلصت الحكاية، وأتمنى تكون عجبتكم. أما أنا فهقابلكم الحلقة الجاية، وإلى أن نلتقي لكم مني التحية والسلام.